بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل اكله سريعه جدا جدا للناس اللي بتحب الاكلات السريعه وفي نفس الوقت شهيه ومغذيه جدا جدا، وهتعجب كل ولادنا بيحبوها والكبار كمان. هنحط هنا على نار عالية كمية الزيت اللي انت تحبيها، وبعد كده بننزل بالكبدة. الكبدة دي شرايح يا جماعة، انا مقطعاها شرايح، بس لازما النار تكون عالية جدا جدا علشان طبعا ما تنزلش المية بتاعتها وتفضل جوسي معاكي وتقفل على نفسها. وبعد كده ما بنقلبهاش كتير يا جماعة علشان ما تتهريش مني في المرحلة دي. بنحط رشة فلفل اسود بتخلي الريحة حلوة وقوية وجميلة، وبعد كده ببدأ اقلب تقليبة كده لحد ما اللون كله يبقى لون اللي هو البني، تبقى كده هي دخلت في مرحلة السوى. ببدأ بعد كده احط الاضافات اللي بعد كده. وهنا بقول لكم يا جماعة ان لازما على نار عالية زي ما قلت لكم، علشان طبعا ما تنزلش المية بتاعتها وتفقد القيمة الغذائية بتاعتها. كده هنا على نار عالية، ما بدهاش فرصة ان هي تنزل اي مية. وبعد كده هحط عندي بصل مقطع كمية بسيطة برضو، وعندي فلفل برضو مقطع. انا عندي فلفل اخضر، لو انت عندك الوان وحابة تضيفي فلفل الوان برضو متاح، اللي انت حباه تحطيه. بعد كده بشوحها شوية كده في النص، بعمل لها تجويفة كده واشوحها في النص، وبعد كده بقلب الخليط كله مع بعضه بس لحد ما البصل تدوب شوية كده، وبعد كده بقلب الخليط كله مع بعضه علشان ياخد نفس النكهة بتاع البصل. بعد كده بحط سنة توم مفروم، دي بتوديها في حتة تانية خالص، وريحتها بتقلب الدنيا كلها، وبتبقى ريحتها عاملة زي بتاع العربيات يا جماعة اللي احنا بنشمها واحنا ماشيين كده، وريحتها بتجيبنا لحد ونشتري بقى. وعندي طماطماية صغيرة كده، دي بتخليها حمرة وجميلة وبتديها صوص كده جميل وحلو، وبتخلي في نفس الوقت شكلها حلو في الاخر وطعمها مسكر كده، فيها تسكيرة كده جميلة وان شاء الله هتحبيها. هنقلب تقلبتين، وبعد كده هزودها يعني ربع كوباية شوربة، وبعد كده هبدأ ان انا هقلبها خالص لحد الشوربة دي ما تنشف معايا وبعد يعني تتبخر معايا، اضمن ان هي كده خلاص استوت. انا عندي هنا بيحبوها يعني السوا بتاع شوية كده، فعشان كده انا زودت لها الشوربة، وبعد كده غطيتها لحد ما تنشف الشوربة بتاعتها، وبعد كده بحط اخر مرحلة الملح، وبعد كده بقلبها تقلبتين وبقى بص شايفين بقى كده مفيش ولا نقطة مية فيها وشربت كل ميتها. وبعد كده هبدأ اقدمها معاكم في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. انا كنت بقول لكم ان انا حطيت كبشة الشوربة دي علشان انا عندي هم حابينها ان هي تبقى مستوية سوى زيادة، لكن طبعا الكبدة ما بتستحملش، فممكن في مرحلة اللي قبل الشوربة ممكن تقفلي عليها وتقدميها في المرحلة دي عادي برضو استوت. وبعد كده بقدمها هنا بزوقها بأي تزويقات. انا كان عندي شوية مقرمشات وقرن فلفل حراق كده. وطبعا يا جماعة تجيبي بقى العيش الفينو وتعملي سندوتشات، وهي بصراحة جميلة جدا جدا في الرحلات. عندك رحلة رايحة مصيف، اي رحلة يا جماعة، اي مصيف سهلة جدا تروح النادي، وزي ما انتوا شايفين شكلها بيشهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.